تعالوا اقول لكم النهارده على لذ واحلى واطعم رز معمر هتدوقوه. واقول لكم الفكره بتاعته في ايه. شايفين وشه مظبوط ازاي والرز مفلفل ومقاديره كلها مظبوطه زي كده ما بيقول، ومستوي وقعره كمان مقرمش وكراسته حلو. نحط في طاجن معلقه سمنه حلوه كده، نحاول نوزعها في الطاجن كويس. بعدين نحط عليها معلقه زيت ونوزعهم كويس، بعدين ننزل عليه بكوبايه رز. كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين لبن، ونص كمية اللبن دي مية، يعني لو بتاخد كوبايتين لبن هتاخد كوباية واحدة مية. ورز المعمر ما بيحبش منكهات كتير، انا بحط عليه ملح وفلفل بس. وهو بيحب جدا جدا القشطة، كل ما تديله قشطة كل ما هيبقى طعمه احلى. بعدين احط هنا بقى القشطة بتاعتي على الوش، دول حوالي كانوا 3 معالق كبار. وبعدين هرجع احط تاني سمنة من على الوش عشان الطعم يبقى احلى. وبعدين بقى ندخلها في الفرن، يبقى الفرن دافي، وتقعد في الفرن على حرارة عالية لغاية ما يبدأ يغلي اللبن. وبعدين نروح موطين خالص الفرن لمدة ساعة الا ربع، وهيطلع معاكم بالشكل ده. من تحت مقرمش، ومن جوه الرز مستوي ومظبوط سواه ومفلفل، وزي ما انتم شايفين كده الوش لونه ذهبي وحلو. وبالهنا والشفا، ما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وتقولوا لي ايه رايكم في الوصفه لما تجربوها.